السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع قصة سيدنا إلياس عليه السلام. ملاحظة: الصور في الفيديو للتوضيح فقط. قد ذكر الله عز وجل سيدنا إلياس عليه السلام في مصاف الأنبياء الكرام فقال: وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. الأنعام 85. وأفرد له مقطعا بديعا في سورة الصافات يصف دعوته وثباته، إذ قام في قوم من بني إسرائيل وقد فشى فيهم الشرك والعكوف على صنم يدعى بعل، وقيل كانت ديارهم في نواحي الشام، فصدع بكلمة التوحيد وناداهم: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الصافات 123 126. فواجه عنادا وإصرارا على الباطل فكذبوه، فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. الصافات 127 128. ومع هذا الجفاء أثنى الله عليه وأبقى له الذكر الحسن في العالمين، فقال سبحانه: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. الصافات 129 132. وقد قرئت عبارة سلام على إلياسين على وجهين عند القراء، فقيل هي سلام على إلياس، وقيل على إلياسين أي إلياس ومن تبعه، وكلها إشادة بشرفه ورفعة مقامه. ويذكر المفسرون أن اليسع عليه السلام كان من أنصاره ثم بعثه الله بعده، وقد قرن الله ذكره مع صفوة من أنبيائه فقال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. الأنعام 86. وما صح من قصة إلياس في الكتاب كاف في بيان رسالته: دعوة إلى تقوى الله ونبذ الأوثان والثبات على الحق ولو قل الناصر. أما ما زاد على ذلك من أخبار القصص فمعظمه من الإسرائيليات التي تذكر للعظة دون جزم، والعبرة الأوضح أن طريق الأنبياء طريق أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصبر جميل. وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل العام فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وطمأن قلوب الدعاة والثابتين بقوله: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه. رواه الترمذي. فكان إلياس عليه السلام نموذجا للداعية الذي يواجه صنما له سطوة اجتماعية وسياسية واقتصادية، ومع ذلك لا يتهيب المواجهة، يصدع بالحق ويلزم باب ربه بلا ملل، ويستبشر بوعد الله للمحسنين: إنا كذلك نجزي المحسنين. وفي سلام على إلياسين بشارة لكل من اقتفى أثره في الإخلاص والصبر أن له من هذا السلام نصيبا. وهذه القصة في جوهرها تعيدنا إلى أصل الدين، أن يكون الله أحسن الخالقين هو المقصود وحده بالدعاء والرجاء والخوف والعبادة، وأن الشجاعة الحقيقية ليست في كسر الأصنام الحجرية فحسب، بل في كسر أصنام الشهوات والعادات والهيمنة الاجتماعية التي تصرف القلب عن ربه. وفي ختام هذه الرحلة نستلهم من إلياس عليه السلام يقين التوحيد وقوة الكلمة ودوام الصبر، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده المخلصين الذين أثنى عليهم في كتابه، وأن يرزقنا الثبات حتى نلقاه. إذا أعجبتكم القصة لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والإعجاب والصلاة على النبي في التعليقات، ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم،
وتذكروا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، فصلوا عليه وسلموا تسليما.